جايب لكم النهارده اخبار مدويه. رمضان صبحي يقترب بقوه من نادي الزمالك، لاعب كبير وهيفيد نادي الزمالك، وان شاء الله الصفقه تتم على خير. اول ما نعرف معلومه بالتاكيد من الخبر باذن الله هنوفيكم بكل التفاصيل. جوميز المدير الفني لنادي الزمالك طالب بالاسم باك شمال. اداره الزمالك خلصت مع 2 باك شمال، وقعوا كمان على العقود والانتقال لنادي الزمالك، ولكن الزمالك مش هينفع يجيب 2 افارقه في نفس المركز. الزمالك خلص مع اسحاق يعقوبان لاعب البنك الاهلي الباك الشمال اللي كلنا عارفينه، وجوناثان لاعب فيوتشر الباك ليفت العالمي. فطبعا جوميز دلوقتي قدامه خيارين، هيختار واحد من الاتنين. في لاعب وقع للزمالك خلاص رسميا، هو مش لاعب، هما اتنين، لاعب في طلائع الجيش ولاعب في الاسماعيلي. لاعب الاسماعيلي اللي هو عمر الساعي ده خلاص وقع في نادي الزمالك. اللاعب اللي وقع مع نادي الزمالك ايضا التاني وهو يسري وحيد، لاعب بيلعب وينج يمين، ولاعب اعتقد ان اللاعب ده بيلعب في طلائع الجيش. اعتقد ان يعني جماهير كتير تعرفه، لا ماشي بمستوى كويس، وان شاء الله يكون اضافه لنادي الزمالك، وجايب مبلغ كويس جدا، جايب 6 مليون جنيه. واللاعب وقع ده يعني ده شبه خلاص، دي صفقه تمت خلاص، يعني الزمالك خلص مع الجيش وخلص مع اللاعب، فده خلاص لاعب اصبح رسميا في نادي الزمالك وهو يسري وحيد. انما عمرو الساعي اللاعب عايز يجي نادي الزمالك، وشيكابالا اللي خلص الصفقه، واللاعب وقع على العقود مع نادي الزمالك، ولكن يتبقى الاتفاق مع نادي الاسماعيلي والاختلاف حاليا على المبلغ المالي. ولكن ان شاء الله مجلس اداره الزمالك يوصل لاتفاق مع اداره الاسماعيلي مع اعاره بعض اللاعبين للاسماعيلي للموسم القادم، وان شاء الله اللاعب يكون مهاجم لنادي الزمالك في الموسم القادم. موضوع مهم جدا جدا جدا، يعني شاغل تفكير الواحد، وهو موضوع جمهور الاهلي ومروان حمدي. كلنا سمعنا مروان حمدي قال ايه في الفيديو في اوضه اللبس، قال جمهور الاهلي ابن كذا، ويعني سبهم، قال كده ماشي. فطبعا اللاعب بعد يوم ولا يومين نزل اعتذار رسمي على صفحته وعلى صفحه بيراميدز، واعتذر للاهلي لانه قال الفاظ، مع ان اللاعب قال ان انا اتشتمت بامي، فهو رد لهم نفس الشتيمه. يعني اللاعب اتشتم بامه، فاللي شتمه بامه هو كمان شتمه بامه، فالمفروض ان الموضوع خلصان، قله ادب من جمهور الاهلي من البدايه. ولكن الموضوع ما انتهاش على كده، اللاعب اعتذر، والمفروض بقى خلاص للاداره بقى المحترمه اللي هي بتقول عن نفسها مش عارف ايه، خلاص تقبل الاعتذار بقى وتلم المشكله. عشان ايه؟ موضوع الاحتقان والتعصب اللي موجود في الشارع الرياضي بين بيراميدز وبين الاهلي. طبعا اداره الاهلي عملت ايه بقى؟ طلعت حاجه كوميديه قوي 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 قوي. يعني قالت لك ايه بقى؟ نرفض بيان هذا اللاعب ونرفض اعتذاره. لا يا شيخ تصدق، يعني الواحد يسقف لك، يعني الواحد كده يقوم يسقف كده لاداره الاهلي. هو انت يا ابني مش امام عاشور سبكوا وسب اللي خلفوكوا وسب اهاليكوا في قلب النادي بتاعكوا نفسه؟ طب مروان حمدي شتمك في استاد الدفاع الجوي على الارض بيراميدز، لا امام عاشور سبك وسب رموزك وسب التماثيل اللي انت عاملها كلها، ها، وداس على كابتن فرقتك ساعتها بالجزمه، وقف عليه كده، ها، وساعتها طالبته بشطب اللعب ومش عارف ايه. وفي الاخر ايه اللي تم بقى؟ اخر انتوا عملتوا ايه؟ مش قلتوا امام عاشور اعتذر واحنا قابلنا اعتذاره؟ طب يا سيدي، ده حتى مروان حمدي يعني قال كلمه واحده. يعني امام عاشور اللي قاعد يغني اكتر من 10 دقايق ويقول عيله صالح ومش عارف ايه والاهلاويه ولا كذا وسب كل جماهير الاهلي، والاخر سامحتوه وبقى الحراق. مش امام عاشور ده بقى المشطشط الحراق؟ فموضوع ان انت ما تقبلش اعتذار اللاعب فدي حاجه يعني فشخره منك كدابه، لان كل مصر عارفه انك كداب. وبعدين انتوا السبب ان كل المنظومه اصلا تكرهكم. ستظلوا النادي الافسد في مصر، اكبر مفسده في مصر.